في حوالي 12 سنة بس بقى واحد من أعظم ملوك التاريخ. امتدت فتوحاته من اليونان للهند وعمل مدينة سماها الإسكندرية. وبعد ما مات وهو عنده 32 سنة جثته جت مصر واتدفن في مقبرة عظيمة في قلب اسكندرية، وكانت ملوك وأباطرة العالم بيجوا يزوروه. لكن بعد مئات السنين القبر اختفى ومحدش عارف مكانه ولا حد عارف جثمان الإسكندر الأكبر راح فين. إزاي قبر أشهر قائد في التاريخ يختفي من قلب مدينة كاملة؟ سنة 332 قبل الميلاد الاسكندر دخل مصر وهو شاب لسه في العشرينات، بس ده ما كانش شاب عادي، كان ملك استلم الحكم وهو عنده 20 سنة وخرج بجيشه يحارب الامبراطورية الفارسية، واحدة من أقوى وأكبر امبراطوريات العالم، والفرس وقتها كانوا مسيطرين على مصر. عشان كده تقريبا المصريين ما قاوموش الاسكندر وهو داخل مصر، اعتبروه جاي يخلصهم من الحكم الفارسي. لكن الاسكندر ما كانش عايز يبقى مجرد قائد أجنبي دخل مصر بجيشه، كان عايز المصريين يعترفوا بيه كحاكم شرعي. عشان كده راح منف اللي كانت عاصمة مصر وقتها، وهناك خد مكانته كحاكم وفرعون لمصر. وبعدها عمل رحله طويله في وسط الصحراء لحد واحد سيوه عشان يزور معبد الاله امون، والروايات القديمه بتقول ان كهنه المعبد استقبلوه كابن امون. يعني الاسكندر دخل مصر قائد اجنبي وخرج منها فرعون مصري. وفي الوقت اللي كان موجود فيه في مصر اختار مكان على البحر المتوسط عشان يبني عليها مدينه تكون بوابه مصر على البحر، وسماها على اسمه الاسكندريه. لكن الاسكندر ما قعدش يشوف المدينه وهي بتتبني، ساب مصر وخرج يكمل حروبه لحد ما وصل لحد اطراف الهند. وبعدها بسنين مات في مدينه بابل في العراق وهو عنده 32 سنه. وهنا بدأت معركة غريبة جدا، مش على أرضه ولا على جيشه، على جثته. الاسكندر مات من غير وريث قوي، وقواده بدأوا يتخانقوا على إمبراطوريته، وواحد منهم كان اسمه بطليموس فهم إن جثة الاسكندر مش مجرد جثة، دي رمز للسلطة، واللي يملك جثة الاسكندر يقدر يربط حكمه باسم أعظم قائد في زمانه. وعشان كده بطليموس استولى على الموكب اللي كان بينقل جثة الاسكندر ونقل الجثة لمصر. الاسكندر خرج من مصر حي ورجع لها جثة متحنطة. في البداية اتدفن في مدينة منف اللي قلت لك إنها كانت عاصمة مصر، وبعدها اتنقلت الجثة الاسكندرية واتعمل له قبر ملكي ضخم بقى اشهر معالم المدينه. والقبر ما كانش معمول في السر، كان معمول في مكان كل الناس بتزوره واباطره وملوك العالم كانوا بيروحوا يزوروه، لحد ما دخلت اسكندريه في فتره من الاضطرابات والزلازل والتدمير، واحياء كامله شكلها اتغير. ومع الوقت اخبار المقبره بدات تختفي والناس نسيوا مكانها تماما، ممكن تكون اتهدت وممكن تكون اتسرقت وممكن تكون تحت شوارع اسكندريه الحديثه، لكن مدخلها مدفون تحت امتار من الارض. ناس كتير دوروا عليها وظهرت نظريات مختلفه عن اماكن في وسط اسكندريه، لكن لحد النهارده مفيش حد قدر يقدم دليل قاطع ويقول انا لقيت قبر الاسكندر الاكبر. وعشان كده اللغز لسه مستمر، ممكن تبقى ماشي في وسط اسكندريه وتحت رجلك قبر اشهر ملوك التاريخ من غير ما تعرف. الاسكندر هزم اقوى امبراطوريه في عصره وبنى امبراطوريه امتدت للهند، لكن مصر كان ليها مكانه مختلفه في حكايته. الاسكندر اسس مدينه باسمه ولما مات جثته رجعت ليها، والنهارده اسكندريه كلها لسه شايله اسمه، لكن جوه المدينه اللي اسسها محدش عارف قبر الاسكندر الاكبر راح فين. ده كان فيديو من جوه الاوضه، انا احمد عجيزه، وما تنساش تعمل فولو عشان تشوف الحلقات الجايه.